السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا وحشتوني 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 من اخر فيديو انا صورته ونزلته معاكم يا حبايب قلبي. توحشوني كتير قوي قوي قوي. انا راجعه لكم في فيديو جديد وروتين جديد، روتين جميل قوي قوي قوي، هيعجبكم والله العظيم، انا واثقه ان هيعجبكم. عشان هو يعني ايه، في كل حاجه، يعتبر انا عملت فيه كده كل حاجه. بس قبل ما ابدا في الفيديو كده نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا يا حبايب قلبي، كلنا نصلي على الحبيب المصطفى ونستغفر الله كتير. بفكر نفسي وبفكركم بالاستغفار والصلاة على الحبيب. انا حابة اشكر الناس الجديدة اللي دخلت لي القناة. آه يعني ايه، شكري كبير قوي قوي قوي. نورتوني وكترتوني، وشرف ليا وعلى راسي كل اخت وكل اخ دخلوا عندي القناة. متشكرة لكم جدا والله العظيم، بجد فرحتوني وفرحتوني قوي 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 باشتراككم ليا وبتعليقاتكم الجميلة. يعني بفرح قوي 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 من كلامكم الجميل وسؤالكم عليا. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا، ويديمكم عليا نعمة في حياتي، وربنا يجعلني ابقى عند حسن ظنكم كده. يعني ربنا يجعلني كده وافضل عند حسن ظنكم، ويجعلني كده ضيفة خفيفة عليكم، وما تكونوش بتزهقوا مني، وما تكونوش بتتضايقوا مني، وكونوا تكملوا الفيديوهات كده للاخر، الفيديو للاخر. انا بتمنى يعني، اتمنى والله ان انتوا تكونوا تكملوا الفيديو معايا للاخر. وما تنسونيش في اللايك يا حبايب قلبي. شايف القناه، هو اللايك هو اللي بيرفع القناه، هو اللي هيرفع الفيديو، وهيخلي اليوتيوب يقترح لي القناه كده. وان شاء الله نكبر ببعضينا واكبر ليكوا وليكوا يا حبايب قلبي. بصوا بقى، انا النهارده دخلت على روتين اوضه ولادي. فاكرين بقى افتكروا المنظر ده قوي. وبصوا الكراكيب، والله انا داخله اتصدمت. كان بقالي بره شغاله بره، انا كنت شغاله بره في بقيه الشقه ماشي. وكل حاجه بقول لهم خدوا يا اولاد شيلوا السجاد، خدوا يا اولاد شيلوا البطاطين، خدوا يا اولاد شيلوا الستاير. انا يعني انا بقول لهم كده عشان هم يحطوا كل حاجه في مكانهم. اتاري هم بياخدوا يرموا هنا، ياخدوا يرموا هنا على طول. يعني بص، لقيت الاوضه مليانه كراكيب. ما خدتش مني وقت في التنظيف قد ما خدت مني في يعني خدت مني وقت في لم الحاجه بتاعتهم اللي هم حاطينها طبعا. الكتب والترابيزة والملازم، ورق الدروس. وبصوا يعني خدت مني وقت جامد قوي في لم الحاجة والبطاطين والهدوم وغسيل نجيف متطبق. خدوا يا ولاد يلا رصوا في ضرفتكم. اتاريهم بياخدوا يحطوا هنا كده على السراير. والله بقول لهم طب انتوا كنتوا بتناموا ازاي؟ افهم انتوا كنتوا نايمين ازاي؟ طيب لما انتوا حاطين كل ده على السراير، فانتوا كنتوا نايمين ازاي؟ فطب اتاري هما بقى بيزحوا الحاجة كده ويناموا. طبعا ما فوجئت باللي هم عاملينه المهزله. قلت لا، كفايه على المهزله بقى دي كده. دخلت بقى النهارده قلت افرش لهم الستاير وافرش لهم السجاد، لان هم بصراحه قالوا لي يا ماما الجو ساقع. وانا كنت اليومين اللي فات كنت تعبانه جدا بعد ما عملت معاكم الروتين يعني اخر روتين. والله رقدت فيه كده يجي كذا يوم، رقدت جامد جامد. يعني كنت تعبانه قوي قوي، البرد اتملك مني جامد قوي يعني. فكنت اخد العلاج وانام، اخد العلاج وانام. بقيت متكلفتة ونايمة في السرير كده، والله ما قمت خالص. لما قال لسه قايمة بقى كده النهاردة قلت لا يلا بقى ايه. العيال قالوا لي يا ماما خلاص الدنيا بقت ساقعة ومش قادرين نحط رجلينا بننزل من على السرير، السيراميك بيطلع ساقعة جدا. قلت لهم خلاص. اول ما لقيت نفسي بصراحة بقيت كويسة وتعافيت شوية كده، قلت لهم لا يلا انا كده ايه هبدأ افرش لكم. طبعا كنت منضفاها تنظيف حلو يعني، تنظيف عميق قبل ما اتعب. بس بصراحة ما صورتش معاكم، يعني ما صورتوش معاكم، ما كنتش قلت عشان ما تزهقوش من تكرار الفيديو يعني. لان اللي عملته عدته تاني. طبعا بياخدوا دروسهم هنا وبيذاكروا هنا وكراكبهم وكده، فبتبقى الأوضة ديت يعني ايه، يعني خصوصا غير بقية الشقة كانت يعني ايه، كان بيبقى فيها مهزلة شوية. فبقول يلا الأوضة يعني ايه، أوضتهم بقى يعملوا فيها ما بدلهم. وايه، وربنا يدينا الصحة ويخلي لنا ولادنا يا رب. وهم يوسخوا واحنا ننضف. يعني هم يوسخوا واحنا ننضف. البيت اللي بيبقى فيه عيال وفيه كده يعني كركبة، ما تزعلوش من الكركبة، انا عن نفسي ما بزعلش.
يعني ما بزعلش من لما الكركبه او الحاجه تتوسخ وننضفها تاني ونعمل تاني. تحس ان البيت بيبقى فيه روح كده، والطاقه بتاعتنا بتتجدد والحماس بيتجدد وكل حاجه فينا كده بتتجدد. لكن ان انت احساس ان انت تقومي كل حاجه كده مترتبه، لا، ما يعني كل حاجه تبقى في مكانها كده ومترتبه. طب فين الروح اللي في البيت؟ وفين الطاقه؟ وفين؟ ف يعني فاهمين يا حبايب قلبي. فقلت لا، خليني كده ايه، زي يعني ايه، نجدد كده من طاقتنا وننضف ونبدأ ننضف كده. بصوا بقى، مسكتها مسحتها مسحة محترمة. ريحة النظافة مفيش أحسن منها والله العظيم. خليتها نضيفة قوي وخليتها ريحتها جميلة. مسحت على بدوني وبرسيل جل، الاتنين عملوا ميكس مع بعض. بص بقى الأوضة يا راحة نفسية، والله العظيم راحة نفسية، وخليتها جميلة نظافة وريحة. مفيش احسن من كده. البرسيل الجل مع الدوني مسحت بيهم، خلولي الدنيا قشطة قشطة كده وريحة نظافة. بقت جايبة اخر الدنيا والله العظيم. بقى كل اللي يدخل البيت كده والشقة على الريحة كده فجة من الشقة كده. النظافة جميلة مفيش احسن منها. يلا يا حبيبتي بقى، قومي تشجعي لو انت لسه ما عملتيش او عندك اي حاجة عايزة تتعمل. قومي تشجعي مع هبة بقى كده، وابدأي خلصي كل اللي وراكي قبل بقى ايه ما تكسليش. لو وراكي حاجة ما تضغطيش على نفسك. مش قادرة النهاردة اعمليها بكرة، مش قادرة بكرة اعمليها بعده. بس اهم حاجة ان انت هتعمليها. انا عن نفسي بقول لنفسي كده، عليا وهعملها، عليا وهعملها. بدأت بقى افرش المفارش. طلعت المفارش وطلعت كل حاجة بقى، قلت افرش خلاص. الشتاء يعني بتحب الفرش. بتحب ان انت عكس الصيف بتبقى عايزة تشيلي كل حاجة وتمسحي وتلمعي. كل حاجة في الصيف انا بحب اشيلها، ما بطيقش اي حاجة خالص. فبفرش كل حاجة. بصوا فرشت الترابيزة ديت وحط عليها الصب والمفارش الحلوة الجميلة دي. وبعد ما حطيت المبخرة دي رحت قلت لا، انا هشيلها واحط بقى ايه فازات كده تدي ايه بهجة كده ايه، للطرقة ديت كده تبقى ايه مدية منظر جميل كده. بصوا رحت حاطة الفازات دي بقى كده بالورد. الورد برضو بيدي روح كده للمكان. وحطيت الشجرة القمر دي هنا. بصوا، والحافظة دي جميلة، طلعت جميلة جميلة جميلة. انا اول مرة افرش الحافظة دي على فكرة. انا جبتها بس ما فرشتهاش. طبعا بعد الروتين الشق دوت والشغل الجامد دوت بصراحة. فهناكل ايه حيرة اخر اليوم بقى، هنتغدى ايه او هناكل ايه. فقلت بقى بدل ما ابعت اجيب اي حاجة من بره، وبصراحة اكل اللي جاهز دوت ما بيشبعش العيال يعني. قلت لا، بعت عمرو جاب بصراحة وراك، وقلت يلا بقى نعمل وراك كده هوت بالبصل. بصوا قطعت بصل كتير عشان البصل، انا بحب البصل كتير في الاكل بصراحة. قطعت قوطة، وقطعت فلفل اخضر. كان نار الفلفل اليومين دول حراق قوي. عايزين نجيب حبة ونشيلهم لرمضان ان شاء الله كده بقى. نشوف نحاول كده نجيب حبة حاجات ونفرزهم لشهر الخير داخل علينا. خلاص الايام الحلوة دخلت علينا حبايب قلبي. ربنا ان شاء الله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويجي علينا كده بخير وصحة وسلامة. وربنا كده ما يحرمني منكم ابدا. وتفضلوا كده معايا على طول. بص مسكت هنا دبلت كل حاجة، دبلت بالتوابل، لميت التوابل اللي عندي ورحت حطها كلها. طلعت صينية وراك كانت عسل عسل عسل، عايزة بقكم بصراحة. وحطيت مرقة الكنور ديت، مرقة فورية كده كنور، بنكهة الفراخ بس حلوة قوي. ادت للفراخ وديت طعمها في حتة تاني، هي والقرفة. والله العظيم بحب احط على تتبيلة الفراخ واللحوم والحاجات دي قرفة، بتوديها في حتة تاني. مسكت الفراخ طبعا كنت غسلاها غسلة محترمة، مرضيتش طبعا احط لكم المقطع ده عشان المقطع يعني الايه الفيديو ما يطولش عليكم. غسلتها غسله حلوه قوي. انا كنت جايبه لكم قبل كده معايا في القناه، لحبايبي اللي لسه داخلين معايا في القناه جديد، ادخلوا كده في القناه تلفوا لفه تلاقوني عامله تتبيله، مش تتبيله، وصفه حلوه قوي 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 لغسيل الفراخ. هتعجبكم قوي قوي، هتعتمدوها عندكم دايما لغسيل الطيور عموما مش الفراخ بس. وغسلتها ورحت بقى ماسكه ايه، فصلت الجلد عن اللحم، ورحت حاشيه كده بالخلطه الحلوه دي.
اهو بصوا بقيت احشيها كده اهوت. وعملت حبة رز، اسرع حاجة عملت الرز، يعني رز واحدة وواحدة، احنا بنحبه قوي. ففتحت بقى طبعا على، كنت مخللة زيتون، فتحت على بطرمان زيتون، طالع جميل قوي 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 بصراحة. الزيتون طلع يعني ايه غير ما كنت متوقعة منه بصراحة. وحطينا زيتون ورز واحدة وواحدة، والخلطة هي اللي فاضت من الفراخ حطيتها كده على الوش، وحطيناها على الرز وكلنا. والحمد لله على كده، ودمتم سالمين. احسن من اي اكل بره، واحسن من اي اكل جاهز، وايه وحاجه معموله في البيت ونضيفه واسرع ما يمكن. حطيتها على البوتاجاز، خدت كام غلوه كده، نص سوا، وبعد كده دخلتها الفرن، خدت وش من فوق، وطلعت كده ايه زي الفل. هعمل بقى هنا معاكم الرز واحده بواحده، واحده وواحده، احنا بنحبه قوي. حطيت معلقه سمنه على حبه زيت، يطلع رز. عايزه رز مفلفل، تحط ايه مع معلقه سمنه مع حبه زيت، هيطلع احلى رز. والله العظيم هيطلع رز جميل. طلع واحده وواحده كان تحفه. حطيت له مرقه دجاج برضو فوريه، وطلع جميل جميل جميل. ده كده يا حبايب قلبي بقى الفيديو بتاعي. يا رب يكون يا رب اكون خفيفه عليكم، ويكون الفيديو عجبكم. بس ما تنسونيش في لايك واشتراك لو انت اول مره تشوفيني في القناه. لايك حلو كده من ايديكم الحلوه، وكومنت حلو كده، وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، وتكتبوا لي كده في التعليقات ايه اللي اكتر حاجه بتعجبكم في فيديوهاتي، عشان اعملها لكم، واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه في الفيديوهات. وانتظروا مني الفيديوهات الجايه، هتعجبكم قوي قوي قوي. هتبقى فيديوهات جميله كده وفيها حاجات حلوه هتعجبكم كتير. بس انتوا شجعوني كده باللايك الحلو من ايديكم وتعليق حلو، و... واسيبكم في رعايه الله يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم بقى يا حبايب قلبي تكملوا ايه بقيه الرز ووصفه الفراخ دي. بس كده كده الفيديو بتاعي انتهى يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.